مرحبا أصدقائي، أهلا بكم في حلقة جديدة مع سوسن من ألمانيا وحسين من ألمانيا. مرحبا. بس اليوم سوسن من تركيا. هاي الجزء الثاني. شوفوا الجزء الأول هي رحلتنا هاي طنجة ومعشوقة، بها عدة فقرات. فشوفوا الجزء الأول صورتنا لكم حديقة الأكوابار المائية والحيوانات المفترسة، واليوم راح نسوي الجزء الثاني، يعني هو نفس اليوم بس هاي الجزء الثاني حتى ما يصير الفيديوهات طويلة ومملة. شوفوا الفيديو اليوم، فقرات هاي الفيديو. افتح ايدك خلاص. ضغط الفايل. اطلع تروح وتجي. العسل التركي. راح تكون أول محطة عندنا منطقة اسمها أورجانيك هاوس، مكان اسمه أورجانيك هاوس. قبل ما نوصل كمان اشرح لكم أكثر عليه. طبعا يا إخوان هلا عم بيجهزوا تل فريق صبنجة، راح يكون أكبر تل فريق موجود بتركيا. هلا بلشوا تجربة، خلصوا انتهوا من مد الحبال وهالحكي، هلا بلشوا يجربوا، ممكن شهر ممكن شهرين حيبلشوا يطلعوا الناس عليه. فعالية بالبرنامج ندخل لمناحل العسل، بنشوفها فرصة الناس اللي بتجي لهون، منطقة بعيدة، الناس اللي بتحتاج عسل تاخذ من المناحل مباشرة. لكن بعد كورونا الجندرمة والبوليس منعونا نروح للمناحل، انتقلت لمعارض مثل ما راح نشوف. اول ما ندخل المعشوقية اغلبية الاماكن اللي راح نشوفها هي لبيع العسل الموجود بالمنطقة. راح ندخل على مكان اسمه اورجانيك هاوس، مكان مرخص من وزارة الصحة، موجود فيه شهادات، مكان قديم جدا، كوخ قديم لبيع العسل التركي. راح تدخلوا لجوا، راح يكون في اخصائي راح يشرح لكم عن العسل الموجود بالداخل، بالاضافة للمكياجات والكريمات تصنيع الجبن نفسه. راح ناخذ بالمحطة 20 دقيقة، راح تدخلوا تدوقوا العسل الموجود والشغلات اللي فينكم تجربوها. طبعا يا اخوان اي نوع بتحبوا تجربوا فيه العسل فينكم تجربوا، ما عندهم مشكلة ابدا. طبعا انا ما راح اعرف اشرح لكم مثل اخصائي راح يكون بالداخل، راح يكون في اخصائي يشرح لكم عن كل المكان والموجود بالداخل. راح ناخذ تيكت على الباب، هيدا التيكت نحتفظ فيه، راح يكون في عليه عرض لانه نحن جايين بجروب. وبالداخل يا اخوان الكل بيحكي عربي، بالاضافه في عندهم تصريف عمله يورو دولار اذا حبيتوا، وعندهم تغليف سفري اذا حبيتوا تاخذوا معكم شيء برا البلد. هو الكستنة الأسود، هذا يسمى أبو فروة، كثير مشهور بتركيا. فوائد العسل تجيكم حساسية صدر، ربو، كحة، قولون عصبي، لمشاكل المعدة، عسل الكستنة. في عندنا نوع ثاني يتسمى زهور جبلي، هذا يجيكم من طرابزون من جبال، يسموها أرزنتر.
فوائد هذا العسل لمشاكل الدم، يعني بشكل عام فقر دم، مريض اعصاب، مريض ضغط بيقدر يستخدم منه. النوع الثالث عندنا هو الصنوبر. فوائد شجر الصنوبر للعظام، للمفاصل، للروماتيزم. اخر نوع عندنا موجود هو الورد، محلي الطعام الطبيعي، يعني باستخدام اليومي حق الفطور والكوكتيل. شمع العسل بهالطريقه هيك. فوائد الشمع: التهاب اللثه، رفوع الهضم، اضافه الى القرحه المعديه. حتلاقوا عندنا مجموعه خلطات عباره عن غذاء ملكات، عسل، حبوب لقاح، اضافه للرحيق. طبعا هي الخلطات استخداماتها كثير، حتستخدموها للجهاز العصبي، للمناعه، بتنشط خلايا الدماغ، بتساعد على القدره على الانجاب اذا في مشاكل عند الطرفين، لها كثير فوائد. العسل عندنا بيتملى في سفر، مع كل كيلو عسل حيكون معه كرتون خاص ضد الكسر، ديروا معكم على المكان لاخذين بدون اي مشاكل. اعطيكم الاسعار لحجم الكيلو: سعر الكستناء 1000 ليره، الزهور الجبل، الصنوبر 800، عسل الورد 500، شمع العسل بهالحجم 500. خلطات العسل 3 انواع، ببلش عندكم 600 700. فيكم تجربوا هالانواع عند الشباب على الطاوله. اهلا وسهلا، تفضلوا خذوا راحتكم. اهلا وسهلا فيكم. هاي احنا دخلنا بيت العسل، وهاي كميات العسل طبيعية كلش حلوة. هاي كاتبين شمع العسل هنا مع الجبلية كمية هاي من انواع العسل والاستخدامات عديدة. خلينا نجرب هذا السمع، قالوا يعالج التهابات اللثة وقرحة المعدة. كونديشنر بس بعد الحمام ينحط، مثلا هذا اللي شعره سالف او تعبان او ما يتنشف للشعر يعني للشعر، بعد الحمام يرشوه على الشعر يساعد على التنشيف. هنا عطور مع فيتامين للشعر. هنا شامبوات تكون بدون املاح بدون سلفات مع الكونديشنر النباتي، شامبوات طبيعيه. سيرومات لعلاج اطراف الشعر، شعرها مصبوغ او تعبان. هنا هاي مجموعه لانبات الشعر، اللي عنده فراغات بالشعر، اللي عنده تساقط هوايه، هذا ينبت الشعر. زين هاي مجربة اكيد؟ كل مجربات كل طبيعيات. هذا اللي يساعد على انبات اللحيه والشعر. في هنا ماسك الرز مع كريم الرز لتبييض الوجه. فيتامينات البشرة، في فيتامينات المسامات الواسعة، فيتامين اي والهايلورونيك اسيد مع فيتامين سي. في سائل الحلزون، سائل الحلزون يرمم البشرة، اللي عنده حبوب واللي عنده مسامات واسعة هذا يرمم البشرة. إضافة إلى شقائق النعمان اللي تجي للتصبغات الوجه، للكلف والنمش. كولاجين حيواني باللؤلؤ للتجاعيد. وفي للهالات السوداء ومرطب للعين. في هاي الماسكارا تكثف الرموش والحواجب، يعني اللي عنده ضعف بالرموش أو بالحواجب تعيد انباتها. هنا في عندك صابونة الذهب تجي بها 1 غرام ذهب، هاي للتجاعيد، الهالات السوداء، شد البشرة أيضا كلش حلوة، هاي تجي من أفضل الأشياء. هنا مقشر العسل مع حليب الماعز للوجه، ويا كريم المرطب مالته يجي عسل وغذاء ملكات. هاي مجموعة للسيلوليت الجسم، تشققات الجسم. عناية بالقدم أيضا، وزيوت طبيعية للمساج وعطرية أيضا. في هنا مكرمات لجفاف الإيد، وفي للشفايف أيضا اللي يعانون من تشققات الشفة. وهنا كولاجين نباتي نهاري يستخدم، سيروم مع كريم. في عندكم أكثر شيء مشهور بتركيا هو حليب أنثى الحمار، يجي الماسك مع الكريم مالته. ماسك الكريم حليب أنثى الحمار يجي فيتامين سي بي عالي، لهذا هو أفضل شيء للبشرة. يعني مرة اشتريت صابونة همي لما الحليب الحمار قالوا تعالج الصدفية. لا شوفي، هي حليب الحمار معروفة للتفتيح أكثر. تفتيح بشرة ايه. ايش الفرق هنا بين هذا وهذا؟ نفس الشيء، اختلاف طبعا. يعني مش اختلاف الحمار. لا حمار بري وحمار أديب.
نفس الطين البحر الميت ايضا. He said just different food. كمل تصوير مرة قصتكم. اوكي هنا في عندك معجون الفلفل الاحمر، هذا يجي للمساج اللي يعانون من الام الظهر، الام الركب، هذا يجي مسكن الام. وفي هنا تي تري، هذا يجي للبشرة الدهنية كلش مع حب الشباب، وهاي تجي من احسن المجموعة للتجاعيد، هذا يخفي خطوط البشرة، ترهلات الوجه، ايضا التجاعيد بالاضافة الى انتفاخ العين. تجي مجموعة كاملة عبارة عن تونر، السيروم والغسول والكريم. هاي ايش قد سعرها المجموعة الكاملة؟ المجموعة الكاملة توصل سعرها ل 3500 تقريبا. 3500 ليرة تقريبا 150 دولار يورو العفو. كريمات للإيد والجسم، مرطبات بالعسل، كل اللي شرحته يكون بالعسل. شكرا جزيلا حبيبتي، شرفتيني. ممنونين أهلاً منك. وسهلاً. هسه راح نطلع رحلة سفاري إضافي مطارات، نصعد للجبل فوق. هاي الدراجات اللي راح نطلع بيها، اكو هاي من نفر، اكو من نفرين، واكو من 4 عائلية. اللي يصعد هنا لازم يكون عنده شهادة السواقة ببلده، يعني مو شخص ما يعرف يسوق، لا راح يكتب ورقة تعهد انه هو عنده شهادة السواقة ويعرف يسوق. حاجتي راح انطلق، وهذا حسين السابق هذا حسين. هذا صاحبي شلون الجو؟ حسين دخلت تحدي سباق. اي شو بتسوي؟ هاي احنا السرب طويل، الدنيا مطر وما نسوي. شوف هاي النزلة. Ne yapıyorsunuz ya? Hey! Haydi ya! Haydi da! وصلنا على التلة. سلام. Maestro, araba sıra. Ya hacı! Sıra! هذا السرب مالتنا، استاني بالرئاسة. هذا المكان وصلنا له فوق. تعال شوف هاي، تعال حسين هاي هاي المرجوحة. شوف هاي جمال الحدائق، الديكورات. طبعا هذا مكان خاص للتصوير، استوديو مسوي، استوديو مال التصوير. شو رايكم بهاي البدله الزرقاء الحلوه؟ هاي بالمطر، خدت الطريق نروح نشوف جو المطر، بس الجايه لا فوق صراحه. بس ما دام لبستي بعد ما تمطر والله لو تموتين. هذا استوديو مال دبابة، الفوجي الدبابة. هنا مكان عالي يطلع على جميلة. جينا مكان لاخ. طبعا هاي الرحلة جدا جميلة، عدة مناطق نشوفها بنهار واحد، كل مكان نبقى به ساعة ونتحرك لغير مكان. هاي المنطقة السياحية بها هواية شغلات حلوة. هاي اكو اكشاك، اكل، العاب، محلات فواكه حلو، شعر بنات. العراق من العراق. يا هلا بيك. محلات ممكن عسل هذا. يعني نفس اللون بس الطعم نفس الشيء بس مو نفس الطعم يعني بس بدون طعم البندق. هاي هنا مكان تتصورون به اشياء فلكلورية.
يلبسون الازياء الفلكلوريه ويصورون. محلات تعال شفتها شاف سبحة عريضة فرسها كبار، يقول لها إذا تسبحين بها رأسا توصل. يصير التسبيح مضاعف. هاي هنا راح نصعد الجسر الزجاجي. هاي مكان إطلالة عالية تجنن. شوف الإطلالة. واو. شوف هذا مكان التصوير شلون حلو. واو مجنن. جينا المطعم، طبعا من ضمن المطعم هم مفردنا غدا. هذا المطعم فوق على منظر إطلالة تجنن. فيها مطاعم. سفرة سريعة وجميلة، للأسف بس إنه هي شوية سريعة. هاي الإطلالة مال المطعم. خلنا ناخذ صورة. هاي ورانا المطعم. منظر هاي وجبة الغداء مال الرحلة. طبعا هي مو اختيارية، هي إجبارية من ضمن سعر الرحلة. وجبة غداء. هلا نقول هذا برغر وكباب يعني. مكانات للتصوير حلوة.